بتغسل سنانك كل يوم وبرضه سنانك بتسوس. تعال اقول لك السبب الحقيقي. هو رقم واحد اختيارك لفرشه السنان الغلط. ممكن تجيب فرشه سنان هارد وفاكر ان انت كده بتنظف سنانك كويس، بس انت في الواقع بتجرح اللثه ومش بتنظف كمان الاسنان كويس. نصيحتي ليك ان انت تختار فرشه اسنان سوفت، او لو خلاص انت عايز تجيب او ما فيش اخرك ميديم. رقم اتنين طريقه غسيلك للاسنان. معظم الناس وبنسبه كبيره فاكرين ان غسيل الاسنان يمين وشمال، لكن دي مش الطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه لا اما دوريات سيركلز او بنعمل 45 وبنكنس السنه. تالت حاجه ما بنستخدمش خيط طبي، وعايز اقول لك ان 70% من التسوسات بتيجي ما بين الاسنان وبعضيها، وغسيلك بفرشه الاسنان عمره ما يوصل للمنطقه اللي ما بين الاسنان وبعضيها. عشان كده ما عندكش حل غير ان انت تجيب خيط طبي وتستخدمه بعد الوجبه على طول، على اساس تشيل الاكل اللي ما بين الاسنان وبعضيها. رابع حاجه مده غسيلك قليله. احنا ما بنخش الحمام نغسل سناننا 5 ثواني ونمشي، لازم تكون مش اقل من دقيقتين عشان توصل لكل مرحله وتعرف ان انت نظفت سنانك كويس. فمش مهم انت بتغسل سنانك كام مره، المهم انت بتغسل ازاي كام مره. تابعني عشان انا ناوي هعلمك معلومه في دقيقه عن الاسنان.